السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قنوات كوكي والأبطال. أهلا وسهلا بيكم منوريني مشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة جديدة لبرج العقرب بعنوان الفرق بين حبه وحبك، ومين بيحب التاني أكتر، العقرب ولا الحبيب؟ قراءتنا إن شاء الله هتكون بتاريخ 29/9/2025. أتمنى قراءة فيديو حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج العقرب، برج العقرب، في نهاية قراءتك إن شاء الله هنشوف رسائل عاطفية من الشخص ده، نشوف عايز يقول لك إيه. مين بيحب التاني أكتر، العقرب ولا الحبيب؟ مم. أتمنى لكم التوفيق والسعادة على طول الدوام، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. أصحاب برج العقرب، برج العقرب هنبدأ بيك أنت. حب العقرب للحبيب. العقرب لما دخل العلاقة دي دخلها بقلب غامض، لكنه مليان ولاء. الطاقة بتكشف إنك يا عقرب حبيت بحب صامت أوقات، وصاخب أوقات تانية. حب صامت أوقات وحب صاخب أوقات تانية. يعني انت ممكن تدي حضن دافي أو كلمة جارحة في نفس اللحظة ونفس الوقت، تخيل. لكن الهدف واحد، انك تثبت ان الحبيب في قلبك، تثبت له كده كمان. حبك كان زي البحر، سطحه هادي للعيون اللي شايفاه، لكن تحته دوامات مشاعر ما بتنتهيش. انت يا عقرب في العلاقة دي عشت حالة امتلاك مش عادية. عايز الحبيب كله ليك، عقلك وقلبك وجسمك وروحه. عايز تبدلهم معاه يبقوا واحد، يعني عقله وقلبه وجسمه وروحه يبقوا معاك انت كمان. امتلاك مش عادية. ودي طبيعة العقرب، لانه لما بيحب مش بيقبل بالنص، عايز الكل. تفس، طماع عاطفيا، تفس حقك كمواطن. طب نشوف بقى الحبيب حبه للعقرب. بص بقى يا برج العقرب، الحبيب بصراحة حبك، لكنه حب مختلف عنك تماما. الطاقة بتقول انه شاف فيك الغموض اللي يجذبه، حس انك مش زي اي حد، انك شخص سري للغاية. كل يوم ليك وجه جديد، وده خلاه يعيش معاك حالة سحر وانبهار. لكن حبه ما كانش بنفس العمق اللي عندك يا عقرب. هو حبك بصدق، بس ساعات كان بيخاف من شدة المشاعر. أوقات ينسحب ويختفي لأنه مش قادر يستحمل قوة طاقتك يا عقرب، مش قادر يستحملها. أوقات تانية كان يقرب كأنه مش عارف يعيش من غيرك. حبه ليك كان فيه انبهار ورغبة، لكنه ما كانش ثابت زي حبك الكلي انت يا عقرب. طب مين بقى كان صادق، كان أصدق أكتر في الحب؟ انت يا عقرب، انت اللي كنت صادق جدا معايا في الطاقة. حتى لو صدقك ما كانش دايما سهل للناس ان هم يفهموه، يعني ممكن تجرح بكلمة، لكن جرحك ده كان من غير كذب صريح. تحب بعمق وتظهر ده بأسلوبك. الحبيب
كان صادق بطريقته برضه، بس صدقه كان نص نص. يعني الصدق موجود لحظة ويغيب لحظة، مش بنفس ثباتك ولا بنفس عمقك انت يا عقرب. طب مين ضحى في العلاقة دي اكتر؟ انت يا عقرب. العقرب ضحى بالراحة النفسية، تحمل غيرته وخوفه وتردده، لكن فضل يكمل ويواجه. كان قادر يقطع العلاقة ببرود العقرب، لكنه اختار يدي العلاقة فرصة تانية. الحبيب ضحى بس أقل. كان بيتراجع وقت الضغط، بدل ما يثبت وجوده كان بيتراجع. ضحاياه كانت لحظية كمان، يديك لحظة حب كبيرة ويرجع يسحب نفسه، حيرك. طب مين اللي قلبه لسه متعلق أكتر بالتاني دلوقتي؟ الحبيب لسه متعلق بيك انت يا عقرب. انت انت بطبيعتك تقدر تدفن مشاعرك وتبان انك عادي. اه، جواك جرح، اه، لكن تعرف تعيش وتتحرك وانت جواك جرح. هو بقى بالعكس، لسه بيعيش على صدى صوتك، لسه بيتذكر حتى سكوتك ونبرة نظرتك، ولسه بيقارن اي شخص بيك ومش بيلاقي نفس العمق اللي عندك يا عقرب. طب هل ممكن الحب ده يتوازن بينكم؟ انا شايف ممكن جدا، لكن بشرط، وشرط واضح. لازم الحبيب يواجه قوة مشاعرك بدل ما يهرب. لازم يكون عنده استعداد يعيش معاك العمق يا عقرب، مش بس السطح، لا العمق، يغرق معاك في الحب. لو التوازن ده رجع، العلاقة هتبقى قوية جدا ومليانة ولاء وأمان أكتر، لأن انتوا هنا فاقدين الأمان والولاء. لكن لو فضل الوضع زي ما هو، انت غريق في العمق وهو بيهرب على السطح، التوازن هيكون مستحيل يحصل. النتيجة النهائية، مين بيحب التاني أكتر؟ في الماضي انت يا عقرب كنت بتحب أكتر، لأن حبك كان شامل، يشمل كل شيء، ممتلك، عميق، ملوش بديل. دلوقتي بقى الحبيب هو اللي بيحب أكتر. ليه؟ لأنه مش قادر يطلع من طاقتك، لسه مشدود ليك كأنك لعنة جميلة في حياته. لعنة جميلة في حياته، لسه مشدود ليك انت. طب كشف أسرار عن الحبيب يا برج العقرب، عن حبيبك. الحبيب ساعات بينام وهو ماسك حاجة منك، زي صورة، هدية صغيرة، بينام وهو ماسكها. بيحاول يدخل علاقات جديدة لكن بيلاقي نفسه بيقفلها بسرعة، لأن مش لاقي العقرب فيه، في العلاقة دي مش لاقيك فيهم. أوقات بيظهر إن هو بارد قدام الناس، لكن في وحدته بينهار تماما. عنده لحظات يلوم نفسه ويقول أنا اللي ضيعت العقرب بإيدي، أنا اللي ضيعته بإيدي. بيحلم بيك أحلام غريبة كمان، وبيشوفك موجود وواقف قدامه، ما بيعرف، بس للأسف ما بيعرفش يلمسك لأن ده حلم. الخلاصة يا برج العقرب، حب العقرب عميق وممتلك وصادق بشكل جارح أوقات، لكن أوفى مما بيبان. أما حب الحبيب حقيقي لكن متردد، مليان خوف وهروب. زمان العقرب كان بيحب أكتر، أما دلوقتي الحبيب هو اللي غرقان في الحنين. بص بقى يا برج العقرب، أنت لما بتحب بتحفر في الروح،
والحبيب دلوقتي لسه بقى ما طلعش من الحفرة دي، واقع فيها، هو عايش على طيفك حتى لو بيحاول يبين عكس ده. السؤال بقى، لو رجع الحبيب وقال لك انا ندمان ولسه مش قادر انساك، هتسامحه ولا هتسيبه يعيش جوه اسرار مشاعره من غير ما تفتح له الباب؟ رد عليا في تعليق. نشوف الحبيب او الشريك ليك يا برج العقرب عايز يقول لك ايه في رسائل عاطفيه. حبيب برج العقرب عايز يقول لك ايه؟ قول قول قول، عايز تقول ايه؟ قول. بيقول لك لا يمكنني السماح لك بالذهاب الى الابد. انا اسف جدا يا حبيبي. تقصد الكثير، العلاقة دي تقصر الكثير، تقصد الكثير. أريدك أن تكون سعيدا. أنت تطارد أفكاري، أنا أذكرك باستمرار. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج العقرب. أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.